كبسوا شيروا ضيفوا الداعمين. تسلم يا ابو نواف، يسعدك يا منونة المجنونة. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي في تعليق واعمل لايك واشتراك في قناتنا لو على اليوتيوب ومتابعة لصفحتنا لو على الفيسبوك. خد يا خد يلا ولا تعال هنا استنى. ايه رأيك في موهبتي يا اسطى؟ موهبة؟ هو ده المحتوى يا ابو فاس يا تافه؟ ابو كرش احسن مني في ايه؟ بيهز كرشه بس وبياخد فلوس. ونزل مصر المحلات كلها كانت بتتخانق عشان يهزلها في كرش، وطالما التلاجة ما فيهاش حاجة اول واحد يشتغل اي حاجة. تقوم انت تفسي يا خوفي بعد شوية الموضوع يتطور ويوصل ما هو عشان خاطر الفلوس الشباب اتجننت مستعدة تعمل اي حاجة. هنعمل ايه يا عم؟ الحياة بقت صعبة. وانت كده هتبقى راضي عن نفسك؟ مش هيبقى معايا فلوس. يا ابني الفلوس ما بتعملش رجالة، ولا الرجالة عارفة تعمل فلوس. طب ابو كرش بيروح يهز كرشه قدام المحلات، انت بقى هتروح تعمل ايه؟ تفسي؟ لا، ما انا مش عامل اعلانات لمحلات اكل وشرب، انا هدفي محلات العطور والمنظفات. اروح هناك اخبط الواحدة ويرش عطر وراي واشوف مين ريحته اقوى. الله يقرفك يا بعيد. أنا مش بشحت يا صاحبي، أنا بس بجمع 50,000 جنيه، عايز أجيب الأيفون الجديد بتاع 15 برو ماكس. شايف هو ده الشغل؟ وينفع تجيب الايفون من غير الشاحن والايربود يا اسطى؟ علي سقف طموحك شوية، جمع 100,000 عشان لسه في ساعة وشاحن وسماعة وجراب. والله يا برنس احنا معناش ندفع تمن الشاي ده احنا حالنا يصعب على ابو لهب. صعبتوا عليا واد يا فتلة، الحساب عندي وهات لي المشروب بتاعي. تسلم يا زو. يا ريتني كنت طلبت سحلب فتلي. انت عارف اللي محيرني ايه؟ ان الفيديو بتاعك جايب 100,000 مشاهدة و10,000 لايك. مش هتعرف تقلدني، اخرك هتحسدني 5 وخماسي. احسدك انت يا ابو فاسيه ولا وانت بتعملها بقى بالراحة الا تفلت منك. مالكش دعوة، بس انت فين المحتوى الهادف بتاعك؟ انا لسه بحضر له المحتوى المحترم، لازم تبحث وتجيب حاجات مفيدة تنفع الناس. انت عارف اسهل طريق للنجاح ايه؟ ايه هو؟ طريق المطار من صلاح سالم بعد الكمين. ما انت ابن عظم هتقول حاجة مفيدة يعني. انا مروح، سلام يا ابو شخة. كبسوا شيروا ضيفوا الداعمين. تسلم يا ابو نواف، يسعدك يا منونة المجنونة. ضيفوا منونة، كله ضيفوا منونة يا جدعان، ما نخسرش الجولة دي يا متنيخ. اوعى الجحفلة، هي جاية هي جاية هي. ام حنان بتسألني ايه سر جمال بومبتي. سؤال حلو، وهقولك على روتين البومبا وازاي تخليها مثيرة للدموع. ورقة وقلم معايا يا ست الكل. 3 بيضات مسلوقين على الفطار، كيس فول مدمس من على العربية لو مطعم مش هينفع، وحلتين محشي كرومب على الغدا، و10 بيضات مسلوقين شحط محط فوق وتحت واضربيهم بالليل. اوعدك بعد الروتين ده ابو حنان هيتعمي ومش هيشوف تاني غيرك. وفي سؤال تاني من مدام كيداهو، بتقول ليه الرجاله كلهم خاينين؟ وانا سؤالي ليكي، انت جربتين كلهم ليه؟ انت اللي بتوعي في ناس عهات. انت بتعمل ايه يا حيوان؟ ربنا كرمك وانت بتذل نفسك يا واطي. ده لعب يابا وهزار عشان نلم شويه فلوس، نفسي اجيب ايفون ابو تفاحه ده. لعب؟ طب تعالى بقى اوريك اللعب على اصوله. قلت لي بقى البتاع ده اسمه ايه؟ رينج لايت يابا. برينج لايت. طب حلال الله اكبر. خلاص يا حاج انا حرام. انا شكنت يا حاج في الحته القاضيه. اخرس يا حيوان، انت عايز تفضحني والناس تقول عظمه معرفش يربي كده؟ تمام، يلا بينا بقى على المستشفى نجبسك. لا فيك الخير يابا. على الله يتمر فيك بس. ما هو لو كل اب عرف يربي عياله ما كانش طالع علينا الاشكال اللي بنشوفها دي. اول مره اشوف سقف بيتنا حلو كده. اي خدمه، حبه بقى عشان هتبصله كده كتير. يا نهار ازرق، انا هفضل كده كتير؟ لا مش كتير ولا حاجه، مش اقل من 5 شهور بس. الو، ايوه يا معلم، هو حماده موبايله مغلق ليه؟ لا مفيش، كسرت التليفون على دماغه والبتاع ده اللي اسمه البرينج لايت. ليه كده يا معلم؟ الواد عمال يفسع الناس طول ما هو ماشي ويصور فيديوهات. والله ولسه فيك نخوه يا بلد. تسلم ايدك يا معلم، انا كنت اتعميت منه. الا اللابتوب فين يا عماد؟ في الحفظ والصون يا معلم، انا شايلهولك. ليه يا عمدي، هو كان بيعيط ولا ايه؟
هتشل من خفة دمك دي يا معلم والله. لا بقى عشان عايز اعمل عليه شغل. ماشي يا معلم، نتقابل على القهوة عشان نتفق على المشروع الجديد. يا ابني ارحمني يا ابني، مشاريعك دي هتجيب لي السكر. قوم ياض يا حماد، قول لامك تحضر لي ميه سخنه. ليه يابا؟ اصل النهارده عليا غسيل مواعيد. بما انك وصلت اخر الفيديو يبقى انت راجل بتحبنا، ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وكلمة جميلة كده في التعليقات لعمك عضمه. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة لو على اليوتيوب وفعل زر الجرس ومتابع لو على الفيسبوك، واستنى الحلقة الجديدة من يوميات عماد وحمادة. وما تنساش اللايك والشير، ده بيساعدنا ان احنا نوصل لعدد اكبر. وحابب اشكر الناس الجميلة اللي بتكتب التعليقات الجميلة دي.